احنا رايحين النهارده عشان نجيب الديلي. اكسايتس على الاخر. يا رب انت خليك على الهادي يابا، انت معاك العيال والدنيا والحكايه متغطيه. يلا بينا نركب السفينه يا مروان. المهم العربيه دي من كتر ما شكلها غريب وحجمها غريب، هي اصلا يعني بتحاول ان هي تبين نفسها انها عربيه فان وهي مش عربيه فان، بتحاول تبين انها عربيه نقل وهي مش عربيه نقل، بتحاول تبين ان هي عربيه بتاعت ركاب وهي مش بتاعت عربيه بتاعت ركاب. فهي اصلا حتى بوزها اكبر حاجه فيها، بوزها ده اكبر من الصالون نفسه. بصوا بقى تعالوا اوريكم حاجه. تعالى. اولا عامله فيها فان ليه؟ الباب بتاعها بص سلايدنج، انت ليه اتخرع في ايدي ولا ايه؟ اتخرع في ايدي ده حاجه. الحاجه الثانيه من جوه بقى فرش انسى بقى. بص شياكه اناقه من غير ولا كاسيت ولا تكييف. فيها تكييف؟ فيها تكييف من غير كاسيت. خلاص دي حاجه. بص الباب اصلا اكبر من حياتي والعربيه اصلا قد كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي تيجي من ورا بقى كده. العربيه دي اصلا اسمها ايه؟ العربيه دي ميزو. اميزو الواد بات ولا ايه؟ العربيه دي عندنا مثلا بقى لها 5 سنين. اسمها ايه بقى؟ فيات فيورينو. اقسم بالله من العربيات. بصوا عامله فيها عربيه نقل، بتفتح باب ازاي وفي الاخر ربع متر. العربيه دي بقى لها دي عندنا 4-5 سنين. 4 خلاص. وعامله فيها فان زي ما بقول لكم، وعامله فيها عربيه نقل ببابين من ورا وهي كلها بالظبط نص سنتي. فالمهم احنا قاعدين بنشرح العربيه اللي احنا هنروح بيها. المهم ان انا بحب العربيه دي. احنا رايحين النهارده عشان نجيب الديلي خلاص. وانتوا طبعا شفتوا الفيديو. العربيه من العربيات ما شاء الله اللي انا قلت لكم عليها، هي من العربيات اللي انا بعشقها. الجولف ار دي او الجولف عامه يعني هي من اكتر العربيات اللي انا بحبها جدا جدا. ان هي صغيره وقرده وشلوت وبتزعل ناس كبيره، فيعني كده يعني. المهم فاحنا رايحين النهارده بقى عشان ايه؟ نروح نستلمها. والفلوج بتاع النهارده عامه ان هو هنتكلم عليها وهنشرح وهن ايه يعني شويه رغي كتير. يلا بينا عشان نفسي راح. استنى ايه ده؟ ايوه يابا اديك يدينا يابا تليرر وباجي وبتاع. تعمل فيها حرشدان؟ ماشي يا صاحبي. ما يلا يا كريم، انت تعبان ولا ايه؟ العربيه مالها؟ احلى حاجه بقى في ميزه في العربيه دي ايه؟ ان العربيه دي غاز وبنزين. والمصيبه ان هما الاثنين بيقدموا زي بالظبط البنزين. يعني ايه؟ هي بتعمل حوالي كام كيلو تعرف؟ 600. يعني نفس القصه لما تفول عربيه بنزين. طب فرقت ايه؟ يعني ايه الفرق؟ يعني لازم اقف في محطتين، محطه غاز ومحطه بنزين. المهم يعني موضوع صعب. انا ما جبتش نضارتي خلاص مش مهم. ماشي معلش مش هتفرق بقى حاج محمد. المهم بقى ايه قصه بقى الجولف ار يا جدعان. انت عرفت ده ايه العربيه؟ عرفت انا دلوقتي ها؟ ماشي يابا ازاي. المهم بقى ايه قصه ايه العربيه الجولف ار دي؟ من العربيات اللي ايه اللي انا بحبها جدا، لان انا كان عندي جولف ار 7.5. والعربيه دي لما انا جبتها عملت فيها تعديل شويه. كانت اللي هي داون بايب، ركبت داون بايب وركبت اسمه ايه وانتيك وستيج 1 تيون. يا لهوي الدنيا بقى. شغل التكييف بقى وروق علينا يا رب بس توصلنا. المهم لما ركبتها العربيه دي كعربيه ديلي يعني، مش عاوز اقول لكم ان انا كنت مستمتع بيها استمتاع ابن لذينه. بس كان عندي فيها مشكله، ولو تتذكروا للناس اللي متابعيني من زمان ايه بقى؟ ان كان عندي شبه كل اسبوع كل 10 ايام لازم اغير فرده، لان كان البروفايل بتاعها كان جنط كبير 18 متهيألي او 19، وكان بروفايل قليل قوي. فكانت في مشكله ان كل شويه بالونه كاوتش يقدر. ما كنتش لسه انت متابعني انت؟ لا. طب انت حضرت الجولف 7؟ لا بامانه. المهم الكاوتش اللي كان فيها كاوتش رفيع، فدي كانت مشكلتها. لكن اي حاجه ثانيه وكانت موفره في البنزين على ان هي ايه عربيه شلوت. زائد ان العربيه دي بتوصل لهورس باورات مرعبه. يعني هي كانت بالتالي الستوك بتاعها كان 300 حصان 280 290 حاجه كده، لكن لما بتزغزغها كانت ممكن توصل ل 500. وفي جولفات وصل ل 600 حصان وارقام بقى بنت لذينه. فانت متخيل 600 حصان على عربيه بالحجم ده. وكمان بقى كانت ميزتها ايه؟ كانت غير الجي تي اي
كانت قويه وكل حاجه، بس مشكلتها ان هي امامي. الار كانت رباعي، فشلوت بقى ايه، ما بتجليش يعني. وكانت بصراحه من احلى الايام اللي انا كنت بصور فيها. الوقت لما كنت بصور يعني، واحنا بنصور والكلام ده كله، كان انا ومودي ووكيل، لان مودي ساعتها كان معاه كوبرا، وكنا دايما ايه بننكش بعض مع بعض يعني. بس طبعا من تحت الار كانت بتدي الكوبرا على بصراحه على وشها، لا مؤاخذه موجي، لا مؤاخذه موجي. ف بس بعد كده فوق التانية اخف طبعا، ان في فرق كورونا وفي وزن حاجات خفيفه وكده يعني. ف بس فربنا يكرم ان شاء الله. احنا رايحين هنروح نكتشفها دلوقتي، نجيبها ونستلمها. احساس لذيذ، احساس حلو، واحساس ان انا ارجع للجولف تاني، دي كانت حاجه لذيذه. عاوز اقول لكم ان قبل الجولف دي زي ما انتم عارفين انا كان معايا الهوندا الاكورد. دي من اكتر العربيات يا جماعه، من اكتر العربيات الحلوه واللذيذه اللي ممكن حد يجيبها كديلي او عائليه، لان عربيه واسعه جدا من جوه، حجمها واسع. ايه بقى انت ايه رايك في القصه دي بجد؟ يعني كانت عاجباك صح؟ وبعدين صاروخ، بس انت مالكش دعوه انت بالصاروخ، انت خليك على الهادي يابا، انت معاك العيال والدنيا والحكايه. لكن هي شلوت، وبعدين واسعه، بنزين مفيش يعني، بنزين حلو قوي. شكلها حلو. في منها الشكل الجديد نزل حلوه جدا وكل حاجه، ما اقدرش اقول عليها حاجه وحشه، ولكن القديمه اعلى شويه من على الارض من الجديده، فعشان ده السبب. وطبعا دي عربيه ديلي، ففي مطبات وقصه وبتاع وحكايه، زائد قطع غيارها حلوه جدا. كان فيها عيب بالذات الهوندا الاكورد دي. ايه العيب بتاعها بقى؟ ان الطنابير بتاعتها خلاص بتريج بسرعه، يعني بيحصل ريجه فيها، وده عيب فيه يعني. دي عيب في العربيه دي. حتى لما جبت ال 2019 كان فيها العيب ده، وظبطنا الطنابير يعني. كنت عاوز اجيب طقم طنابير بس مش فاكر ايه اللي حصل، ما جبتش يعني، فبالتالي خرطناها على ما اظن يعني. وطبعا ده برضو حل مش هحب ان انا اقول لكم اللي انتوا تعملوه. فهي عربيه تحفه الصراحه، ومن احلى العربيات اللي جبتها في الديلي. هبقى اقول لكم تفاصيل او العربيات الديلي اللي انا جبتها، وايه اكتر حاجه عجبتني فيهم، هبقى ارصها لكم شويه كده، بس اخد نفسي. نجيب العربيه منين؟ رايحين كي ار. انت مش عارف حاجه يا جدي؟ والله ما اعرف يا عم ارحم امي، ارحم امي. رايحين اكتوبر بالصلاه على النبي. اكتوبر. جبت ترمس سندوتشات؟ مفيش حاجه. طب عدي علينا في اي حاجه كده نروق على حالنا، عشان حماده جاي ناشف خالص، ما جابش معاه ولا فطير ولا جاب اي حاجه. ايه؟ بس اقول لكم حاجه، اقسم بالله اقسم بالله ذكر محمد طاهر، ده ذكر من الاخر. ليه بقى؟ جهمس مع الله اكبر، بلاش، مش هينفع اقول، مش هقول ينفع. وصلنا بالسلامه الحمد لله، وصلنا بالسلامه. مش عارف بقى اقول لكم ايه، احساس غريب. العربيه وصلت امبارح بالليل من الجمرك، وجت النهارده وانا لسه ما شفتهاش يعني، اول مره اشوفها على الطبيعه. ف اكسايتس على الاخر يا رب. يلا بينا نركب السفينه. احنا وصلنا فين بقى؟ عشان برضه اوضح لكم، اللي جابوا العربيه جي تي 1 مروان ابو راضي. فانا ايه، وصلنا المعرض في اكتوبر، وداخل دلوقتي عشان اشوفها. انا عمري في حياتي ما شفتها، اول مره اشوفها في حياتي، فاول مره يعني مش عارف بقى، يعني شفتها في صور بس ما شفتهاش على الحقيقه. فيلا بينا نكبس عليه مره واحده. بقول لك ايه، بص استنى لف الناحيه الثانيه. بص الناحيه الثانيه، بص ما شاء الله، الله اكبر. بصوا الجي تي 3 دي لسه جديده 992.2. ها، وبص اللي قدام بقى كمان، يا لهوي. الحق تعالى، خد راح فين؟ تعالى. انت شفت حاجه جوه؟ انا لسه ما شفتش. متغطيه يا ابن الذين. انت يا ابني اخوك فين؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ السلام عليكم. ايه؟ عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ الواد اخوك فين؟ صلى على النبي. طب انتوا جايين، انت ممكن اسال سؤال، انتوا مش عارفين ان انا جاي بتغطوها ليه؟ عشان تبقى العربيه متغطيه يا جدعان. يا مروان، هو فوق؟ مروان تصدق انت عيل برضه نص كوم. والله انت نص كوم.
والله العظيم انت نص. ده انت يا ابني الذين. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي. تسلم يا مروان والله. يا جماعه مروان يعني تعب معانا جامد قوي في الحوار ده الصراحه. لا يعني الحمد لله. محدش يتوقع صح يا جماعه، لما يسالكوا توقعوا العربيه كله يتوقع غلط، الموضوع ده بيضايقني. ايوه اللي بيتوقع صح. بس انا بسوحهم برضه. انا يعني بدي برضه حته كده بس مش حقيقي. انا كنت هضيع بسببكم. عاوز اقول لكم انا بص انا كنت هقتله في 2 3 توقعوا جول في ارضي وعملت حاجه غلط. بس لقطها يعني الحمد لله. وكم حد عرفها شافوها بسبب استاذ مروان كان منزل حته في الفيديو طب بقول لك ايه، يلا بقى عشان انا تعبان. حالتي اوريك حته من الاكزوست. لا ما تورينيش حته من الاكزوست. لا يا ابني مش هبص. يلا جاهز ارفع يا باشا، ارفع انت. انا مش هشوف. يا ستار يا رب. انا اكسايتس على الاخر. يلا بسم الله 3 2 1. والله دي اول مره اشوف العربيه عليها اصلا ستيكر جي تي 1 اكبر من العربيه. يا ابني ارحمني. ما عشان الناس وانت ماشي تشوف جي تي 1. مش هو تصورها مره عشان هي هتتشال اساسا. جي تي 1 وستيكر على الاكسدام وستيكر على الازاز. اللهم بارك. بقول لك ايه، اللون استنى اللون. انا قلت لك دوس على الزرار. انا قلت لك يا اخي انا اللي احب ادوس على الزرار عشان انا هنور يا على الرخامه. عايز ايه؟ اللهم بارك. بقول لك ايه، طب احكي لنا على السبيك بقى. هي مفيش حاجه مش فيه. هي الاكزوست الاكروباتيك اصلا والفور كارت انتيريور. بجد؟ مفيش حاجه بتنزل في العربيه جوه الار مش فيه. انا يا جماعه على فكره عاوز اقول لكم ان انا اصلا ما اعرفش كل الاوبشنز اللي فيها، يعني لحد دلوقتي ما اعرفش كل الاوبشنز اللي فيها. ما شاء الله. هي بلاك اديشن انت عارف. ده كيلس خش ده. اللهم بارك ما شاء الله. ايه ده الفرش فيه كربون فايبر؟ ايه ده؟ كربون. وتعالى هنا بقى اوريك حاجه في كلمه ار على الكرسي. يعني ايه؟ ما يا عم دي معروفه. انت جبت رجل الكيكي. فيها ضغط كتير. اللهم بارك. استنى. سمعنا بقى الاكروباتيك عم يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا جماعه. الجولف اسطوريه بصراحه، طول عمرها عربيه اسطوريه. وبعدين من اكتر حاجات انتوا عارفين طبعا، في ناس اللي عارفيني عارفين ان من اكتر الحاجات اللي انا بحبها ان الكرسي يفطس في الارض. فالكرسي فاطس. ما انا اول لما قلت لك ايه احلى حاجه فيها يا ابني في دبليو يا ابني. لا بجد. والكرسي على فكره بصوا لو ركزتوا هتلاقي الكرسي كمان ريكارو ستايل بس مريح مش ناشف. شغل واعملها ريس مود اول لما بقى مش هعمل انا ريس مود. انا عايز اسمع كده. لسه في قصص، احنا مش عاوزين نحرق القصص كلها. انتوا هتودونا في داهيه انتوا والله العظيم بالكلام اللي بتقولوه ده. انا هجيلك. بقول لك ايه، ممكن اخمس في المكان ده؟ تجيبني؟ بقول لكم ايه انتوا. اللهم بارك. طبعا ونشكر شكر خاص ده اخويا الصغير ومجتهد وربنا يبارك له يعني ويرزقه. ف يعني يا جماعه جي تي 1 برضو من الناس. خلي بالكم انا جي تي 1 ده انا بالنسبه لي مش المعرض، خلي بالك ده بالنسبه لي ده مكاني يعني. ومروان ده اخويا فحبيبي يا غالي ربنا يبارك لك. نشكر طبعا اصلا عشان انتم مش عارفين الحوار. العربيه دي كانت بتاعت واحد حبيبنا واخويا الكبير. كانت اصلا هو اللي اخذ الخطوه ان هو يجيبها، وبعدين عرفت ولقطت انه كانت جايه وبعدين سرقتها منه بصراحه. عارف هو اشتراها في 5 دقايق. احنا بعتنا له الصور قال بتاعتي. انت ظهرت ما بقتش بتاعتي. الشخص ده اصلا اكتر شخص يا حرام ما بيلحقش يركب عربيته يا حرام. اول ما يجيب العربيه على طول وانا داخل هو بيقول دي بتاعتي، كان بيقول دي بتاعت يحيى هياخدها. بصوا عاوز اقول لكم تعالى بقى يا محمد من الناحيه الثانيه عشان انا عاوز اوريك حاجه جامده. بصوا بقى هنا انا لسه برضو هدورها اول دواره. تعالى كده ده الستارت بutton. بصوا ده الستارت بutton
المفتاح عاوز اوريه لكم، معلش المفتاح اهو. خلاص نقول بسم الله. بصوا الشاشه، ايوه والله افتكرتها، والله افتكرتها. would you like to search يا ابني استنى عاوز اقرا. بقول لك ما فيهاش بنزين. ايه؟ ما فيهاش بنزين. وعاوز اقول له يا نهار اسود 0 كيلومتر. ما فيهاش بنزين. وعاوز اقول لكم ان جي تي 1 ما بيفولوش العربيات، بيشفطوا البنزين. يعني العربيه بتيجي نص تانك، هم بيشفطوا البنزين قبل ما تيجي. يا عم بقول لك ايه، عشان الكونتينر. ايوه بيبقى فيها مش اقل من 30 40 كيلو فيها صفر. منها كونتينر. طب ما هي هتبطل، هتجيب ترمبه بنزين قبل ما اطلع. تعملها ريس. كمان تعملها ريس والله العظيم. ايه بصوا الشاشه، تعالى يا محمد بص على الشاشه يا محمد. شويه اوبشنز. الشاشه طبعا عامله زي بتاعت الكورولا كده، مش يعني كبيره قوي، عامله زي التلفزيون، فمش يعني مختلفه. اللي قبليها كانت ألذ شويه يمكن، بس هي دي برضو كبيره يعني، ففي اللطيف. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ والدنيا تنور هنا شويه. طب انت عملته ازاي؟ باني صباع. يا ابني الذين خلينا، انا مش برتاح مع الواد ده. المهم الله اكبر الله اكبر. عايزين اخر حاجه اوريكم الكبوت الموتور واوريكم الشنطه، ويبقى كده ايه زي الفل زي الفل زي الفل. صور ايه؟ صور بقول لك. صور موتور. دقيقه واحده موتور ايه ده انا. طب دي هنعمل فيها ايه؟ قلت لك ده الطبيعي، هم بيجوا كده. لقينا خربوش صغير. ما فيهاش حاجه. ماشي ما فيهاش حاجه والله. ماشي لينا خلاص. ده الموتور، ده الموتور لحد ما ايه هشوف انا الحوار ده. ده الموتور طبعا مش باين منه اي حاجه، وحاجه مش لطيفه خالص انه ما يبقاش مكتوب عليها ار حتى او جولف، دي تبع الشركه. ودي نقطه مش، انا مش عارف احنا فتحنا الموتور ليه، مش باين اصلا ان الموتور مكتوب اي حاجه عليه. تعال سيب، تعالى كده ورا نبص على الشنطه سوا. بقول لك ايه، دي ما فيهاش نواكل يا راجل. اسمها مكتوب عليها كده؟ لا لا ما تهزرش بجد. طب دي حاجه لطيفه قوي. بلاك. بص 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 هنا، بص دي كده بلاك اديشن. بقول لكم مش عارف عنها حاجه خالص. الله اكبر. بلاك اديشن. فهتلاقي ايه معظم الحاجات اللي عليها مفيش نواكل، معظمها اسود، معموله اسود يعني. بص بقى كده، طبعا دي من ألذ الحاجات. بصوا بصوا ألذ الحاجات دي، اكتر حاجه بحبها. بصوا تتفتح من هنا. والشنطه طبعا شنطه على قدها يعني، بس في لطيف يعني. ايه اللي جت معايا دي؟ ايه الحاجات دي جت معايا؟ دي ايه دي اصلا؟ ده ايه ده؟ انا عارف. ده ايه ده؟ شماسات. اوعى. شماسه فين؟ حط فين؟ لا مش عارف. هتلاقيها في سايد ايه ده؟ اكبر من الباب. بص كده عليها. مكتوب عليها. شوف كده. لا ما بتركبش دي اكيد. يا عم ما تهزرش. دي جايه من مكتبه ابراهيم في ميدان الجامع. ايه؟ يبقى دي بتاعت دي. كشفنا. كشفنا. ودي ورا. بص 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 بص. ايه ده؟ صح كده ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. دي مش بتاعتها. دي بتاعتها. دي بتاعت لانسر بومه. انا مبسوط بالبتاع دي قوي. يا عم اصبر بس. يا عم اصبر. فوقع تفقع. يا ابني سيب محمد يا ابني. بصوا والله العظيم دي احلى حاجه في الحوار كله. والله دي يا ابني دي بتتعمل بالاوردر على فيسبوك دي. طبعا عاوز اقول لكم طبعا ان ورا مفيش مكان قوي يعني، هي تعتبر كوبيه، بس طبعا لازم تطلع كرسي قدام. بس اي حد من مقاسات الحلاليفي بتاعتنا ركب قدام ورجع كرسي، ما حدش هيقعد ورا. بصوا بقى التاتش ده، تعالى بصوا اللذيذ برضو ان هي فوتون ازرق واسود. وبعدين بصوا الحته دي برضو شكلها صايع قوي، ان هي معموله كانها زي كربون فايبر كده، جلد على الحته دي. مش كربون فايبر بس مديها الفايب او الرسمه بتاعت الكربون فايبر، بس هي جلد كده. السمن فين؟ لا انت خدت الاستبن عشان تركبه في ال 296؟ ما تهزرش. لا ده ايه ده؟ بس انا فاكرها اتفكت. دي بتاعت الكنافه؟ فك كده. ايه بقى؟ مروان ما تلعبش في حاجه. مروان متوصله بسلك. ايه؟ متوصله بسلك. طب دي ايه دي؟ مش عارف. طب احنا يا جدعان، تعالى يا محمد كده، احنا يا جدعان مش عارفين ده ايه يعني. طبعا هنجوجلت وهنعرف ونشوف ايه الحوار.
وقعدت تقول لي جي تي 1 ومش جي تي 1 ده انت كده تكون عارف انت الحوارات دي. اعرفها منين انا؟ ايه قصدك ايه؟ انت ما بتجيبش جولف؟ 1 1 اوف 1 ماشي. انا افتكرتك انت، انا فاكر انت بتتكلم جولف وبتاع وكمني يعني في فريرات وجيتيات لا جولف. دي جولف. ماشي. حد ايه؟ شايف حد ايه؟ يجيبها. ليه؟ انت قلت لي كده. لا لازم نبقى لاقطين اول لقطه. بس هي فكره طبعا يا جماعه ان هي دي اول عربيه جت. طبعا وارد طبعا يا رب تيجي منها 200 واحده، انا مش هكون حابب، ولكن لو جه منها 5 كفايه. بس هي دي اول واحده يعني تيجي. فيعني انا بصراحه من العربيات اللطيفه جدا اللي بحبها، وسعيد ان هي برضو ان انا يعني لقطت اللي هي ايه يا ابني. انا اتفق انا اغير الشكمان واجيب ستوك بسببك. بص على الاكزوست يا عم مش عاوز ابص. بص على الستوك يا جماعه، بصوا على الاكزوست. اكزوست عارف ايه الصفايه بتاعت المطبخ؟ ايه صفايه ايه 4 صفايات ايه في 4 صفايات ايه زي الفل. مروان تسلم يا صاحبي، ربنا يبارك لك. تسلم لي يا صاحبي، يكرمك ان شاء الله باذن الله. هاخدها بس لو سمحت هات لي بنزين. انا مش هدور عربيه تاني. اروح افولها. هات لي بنزين. ايه ما فيش حد هيركبها. اروح افولها. لا هات لي جيركن وحط لي بنزين. السلام عليكم. توكلوا على الله دلوقتي عشان في حوارات وخناقات هتحصل.